بيبدأ فيلمنا النهاردة سنة 2009 في منغوليا أثناء تنفيذ القوات الكورية الشمالية الخاصة لمهمة، لكن بيحصل اشتباك مسلح بين القوات الكورية الشمالية الخاصة وبين أفراد أحد العصابات. وفي نفس الوقت وأثناء بحث العميلة الخاصة ماجنوليا عن أي حاجة مهمة، بيجيلها رسالة صوتية من والدها عالم الطاقة النووية بيحذرها من انقلاب فريقها عليها وإنهم هيقتلوها في أقرب فرصة. وعشان كده ماجنوليا بتطلق النار على قائد الفريق وبتهرب من المكان بأقصى سرعة. وبعد مرور 10 سنين بنروح كوريا الجنوبية وبنشوف بطلتنا ميسول وهي بتمارس عملها بكل حب كصانعة مخبوزات. وبتكون ميسول ودودة جدا مع زباينها وبتديهم مخبوزات زيادة عن طلبهم كدعاية لنفسها. وبيكون واضح كمان إن ميسول شخصية طيبة جدا ومحبوبة كمان وسط زمايلها البياعين في السوق. وبنروح بقى لجوزها سيوك هوان اللي بيشتغل في تصليح الإلكترونيات. وبعد يوم طويل بتروح ميسول لجوزها محل التصليح وبتشوفه وهو بيقفل تلاجة صغيرة كده للمشروبات بسرعة وكأنه يعني بيخبي حاجة. فبتسأله عن اللي بيخبيه وبتفتح التلاجة بنفسها وبتفهم من عدد الزجاجات إنه بيسعى لجايزة معينة. فبتلطشه لطشة كده وبتقوله يا ترى إيه الجايزة المرة دي؟ فبيقولها إن الجايزة التانية غسالة ملابس وإنتي عارفة طبعا حالة غسالتنا. فبتقوله أيوة فعلا غسالتنا قديمة جدا. فبيقولها قديمة إيه دي؟ عايزة تتحط في متحف. فبتقوله أنا فاهمة قصدك طبعا، بس أرجوك بطل تشتري حاجات ملهاش فايدة. وبتحاول تفك القعدة وبتقوله وبعدين انت استهلكت حظك كله في حاجة تانية ومش باقيلك أي حظ للمسابقات دي. فبيستغرب وبيقولها استهلكت حظي في إيه يعني؟ فبتقوله استهلكت حظك في إنك ارتبطت بيا. فبيفرح جدا من حبها ليه وبيكون باين جدا حبهم لبعض. بس بيدخل عليهم زبون يقطع اللحظة الرومانسية دي وبيكون عايز يظبط حاجة في اللابتوب. فسيوك هوان بيدي للزبون والميسول زجاجتين من المشروب الغازي اللي بيدور في غطاء على الجايزة. ولما ميسول بتفتح المشروب بتاعها ما بتكونش مصدقة عينيها من اللي بتشوفه على الغطا وبتسأل سيوك هوان على اللي مكتوب. ولما بيدققوا في الكتابة بيفرحوا جدا لأنهم كسبوا الجايزة الكبرى وهي رحلة عائلية لهاواي. وبيكون طبعا أبطالنا طايرين من الفرحة. بس تاني يوم ميسول بتنكد على جوزها زي أي زوجة أصيلة وبتقوله إنهم ما ينفعش يطلعوا الرحلة دي لأن باختصار الرحلة محتاجة مصاريف وهم مش قادرين حتى يشتروا غسالة جديدة بدل اللي بايظة. وطبعا سيوك هوان مش بيعجبوا الكلام وبيقولها إنهم يقدروا يطلعوا الرحلة ويتبسطوا وبعد ما يرجعوا من الرحلة يبقوا يقتصدوا شوية في مصاريفهم ويشتغلوا أكتر. لكن ميسول بيكون رأيها إنهم يبيعوا الجايزة على أحد المواقع أفضل ويشتروا بتمنها غسالة. وطبعا بطلنا بيكون حزين جدا لأنه كان نفسه يطلع الرحلة دي بأي شكل. ولما بترجع بنتهم ناري من بره بيجي لميسول رسالة من جروب الأمهات وواحدة من الأمهات بتبعت صورة لابنها اللي ناري خرشمته على الآخر وبتقول لها بصي بنتك عملت إيه. فبتتضايق ميسول جدا وبتسأل بنتها عملتي كده ليه. وبيكون باين جدا إن ناري طفلة شكل ودي مش أول مصيبة ليها. فناري بتقول لأهلها إنها خرشمت زميلها لأنه شافها بفستان الباليه وقال عليها شبه مصارعين السومو. وبتقول لأهلها كمان إنها بتكره الباليه وعايزة تتعلم تايكوندو أحسن. فأمها بتقول لها إنها طفلة شريرة ومصيرها تقتل حد من زمايلها. فناري بتقول لها إن زميلها كان بيسخر من شغل ميسول كصانعة معجنات وعشان كده عجنته. وبتفضل ناري تعيط وبتقول لأهلها إن هي اللي دايما بتطلع غلطانة وإن عائلات زمايلها بياخدوا ولادهم للتخييم نهاية كل أسبوع وإن هي الوحيدة اللي ما راحتش للتخييم قبل كده ولا سافرت وركبت طيارة ولو لمرة واحدة. فأهل ناري بيسكتوا وبيحسوا بالحزن والتقصير من ناحية بنتهم. وبالليل بعد ما ميسول بتنيم بنتها وبتخرج من الأوضة بتلاقي سيوك هوان بيحاول يصلح الغسالة وبيقول لها إنها مش نافعة. وبعدين بيقعدوا جنب بعض بمنتهى الحب. وميسول بتقول لجوزها إيه رأيك لو نروح رحلة هاواي وخلاص. وهي كده كده بتشتغل وبتبذل قصارى جهدها ومع ذلك مش قادرة تراضي ناري. فلو طلعوا الرحلة دي على الأقل هيكونوا حققوا لبنتهم حلم من أحلامها. فبيفرح سيوك هوان جدا وبيتنطط من الفرحة حرفيا. بس بيخبط في الغسالة وبتشتغل لوحدها والفرحة بتبقى فرحتين. وأثناء تحضير عيلتنا الجميلة للباسبورات بنشوف عميل من القوات الكورية الشمالية الخاصة وهو بيتلقى تعليمات من التليفون بالقبض على ماجنوليا وإحضارها لكوريا الشمالية حية. وده لأنها ظهرت مرة تانية وهتكون على متن الطيارة المتجهة لهاواي. وبنرجع بقى لميسول وأسرتها وبنشوفهم يوم الرحلة وبيروحوا يكتبوا على محل ميسول إنه أجازة وبيودعوا زمايل ميسول في السوق. وسيوك هوان بيقول لميسول مش المفروض يعني إننا ناخد تاكسي لحد المطار. فبتقول له تاكسي إيه؟ إحنا هنبدأها بعزقة، إحنا هنركب الأتوبيس لحد المطار. المهم إننا بنشوف العملاء الكوريين الشماليين وهم بيتعرفوا على صورة ماجنوليا والقائد بيحذرهم وبيقول لهم إن التسرع ممكن يتسبب في قتلهم وإنهم لازم كمان يسلموها حية وعشان محدش يكشفهم لازم يتكلموا بالصيني. بس بعد ما بينزلوا من الأتوبيس بيروح للقائد واحد شكله كده مش لايق على المهمة وبيقوله إنه ما بيعرفش صيني
وإنه أصلا من الدعم الفني. فالقائد بيقوله يبقى تقفل بقك لآخر المهمة بدل ما نتكشف. وفي المطار بنشوف ري تشول سونج العميل اللي ماجنوليا أطلقت عليه النار من 10 سنين. وبنرجع مرة تانية لعيلتنا الجميلة اللي بتوصل المطار مع آخر نداء لطيارتهم، والمضيفة بتقول لهم إنهم متأخرين بس ينفع يطلعوا الطيارة، وعشان الخير مش بيروح ولازم يترد بأي شكل، المضيفة بتقول لهم إن في تذكرتين مجانا لدرجة رجال الأعمال كدعاية للشركة، وإنها ممكن تبدلهم مع تذكرتين من بتوعهم. فبتفرح العيلة جدا، بس المضيفة بتقول لهم يجروا بسرعة عشان يلحقوا الطيارة، وفعلا بيجروا بمنتهى السعادة عشان يلحقوا رحلتهم. وبتقعد ميسول وبنتها في درجة رجال الأعمال، وسيوك هوان بيترمي في الإيكونومي. وطبعا بنشوف على طيارتنا عملاء كوريا الشمالية وأنواع مختلفة من البشر، منهم الفضولي والودود واللي بيخاف من الطيران وبيضرب نص علبة المهدئ، وكمان الحما اللي بتناكف في مرات ابنها، وطبعا أبطالنا الحلوين وغيرهم. وبعد إقلاع الطيارة بيروح المضيف يسأل ناري لو تحب تاخد وجبة خفيفة، فبتختار ناري وجبة من منيو الطيارة. ولأن ميسول أول مرة تركب طيارة بتسأل المضيف عن تمن الوجبة، ولما بتعرف إنها مجانية بتطلب لنفسها وجبة هي كمان، وبتكون فرحانة جدا هي وبنتها. وعلى الجانب الآخر بنشوف عملاء كوريا الشمالية وهم بيتواصلوا مع بعض عن طريق تليفونات متوصلة بالقمر الصناعي، وبنشوف واحدة لابسة كمامة وكاب وكأنها بتحاول تخفي هويتها، وبتدخل الحمام وبتفضل تفحص المكان كويس. وفي الوقت ده بيقوم العملاء الكوريين الشماليين يلفوا في الطيارة ويدوروا على ماجنوليا وسط الركاب. وفي الوقت ده بتكون ميسول مستمتعة برحلتها على الآخر، ولما بيجي المضيف بالمقرمشات اللي ميسول طلبتها بتتمطع ميسول وبتخبطه، والمقرمشات كلها بتطير من ايده. لكن ميسول بحركة مش متوقعة بتلقط كل المقرمشات بحركة واحدة، لدرجة ان المضيف بينبهر بيها جدا وبيسألها عن شغلها وإذا كانت نجمة أفلام قتالية أو عميلة في الاستخبارات الوطنية. فبتضحك ميسول على كلامه وبتكون لسه هتقوله إنها صانعة معجنات، لكن هو بيخمن إنها عمدة، وبيروح يقول لرئيسة الضيافة على متن الطيارة، لكن الرئيسة كيم بتقوله إنها مجرد ربة منزل عادية. لكن هو بيكون مصر وبيقول لها إنهم بدلوا تذاكرها من الإيكونومي لدرجة رجال الأعمال لأنها شخصية مهمة، فبتهزقه وبتطلب منه يغير مكانه مع إحدى زميلاته. وبنشوف سيوك هوان وهو قاعد لوحده في درجة الإيكونومي وبيتعرف على أحد الركاب، والراكب بيسأله لو مسافر مع مراته وبيشاور له على الكرسي اللي جنبه، لكن بيطلع اللي جنبه أخونا مديحة. وسيوك هوان بيقوله إن مراته وبنته معاه لكن تم ترقية تذاكرهم لدرجة رجال الأعمال، والراكب بيقوله إنه مسافر عشان يشوف بنته وحفيدته، وإنه متحمس جدا لمقابلتهم، وإنه جايب لحفيدته دبدوب هدية. وبنرجع مرة تانية لميسول اللي من كتر الحشر اللي حشرته بطنها بتوجعها وبتعمل أصوات وبتحتاج إنها تدخل الحمام بشكل فوري، فبتروح تفتح الحمام لكن بتتفاجئ بأختنا الملثمة، فبترجع تاخد من بنتها شوية مقرمشات عشان تدوقهم لسيوك هوان، وبتروح تديهم له وبتطلب منه إنه يعتني بناري لحد ما ترجع. لكن وهي في طريقها للحمام بتصادف العملاء الكوريين الشماليين، بس بتكمل طريقها وبتدخل الحمام أخيرا، وسيوك هوان بيكون مروق آخر روقان هو وبنته في درجة رجال الأعمال. وفي الوقت ده بيقوم العملاء الكوريين الشماليين وبيهاجموا المضيفين وبيعلنوا سيطرتهم على الطيارة، وكمان بيقوموا بجمع الركاب والمضيفين كلهم في مكان واحد عشان يكون سهل عليهم يلاقوا ماجنوليا ويعتقلوها. في الوقت ده بيوصل ري تشول سونج العميل الكوري الشمالي المقصورة القيادة وبيطلب من قائد الرحلة يغير مسار الطيارة، وبقية فريق الكوريين الشماليين بيرفعوا ركاب الطيارة وبيفتشوا كل شبر فيها. وبيكون على الطيارة نائب كوري جنوبي، والعظمة بتاخده وبيفتكر إن الكوريين الشماليين جايين يخطفوه، بس بيكون أتفه من ذلك وبيتضرب على بقه لما بيرغي كتير. وبنيجي بقى للحما اللي مسافرة مع مرات ابنها واللي بتمسك في مرات ابنها وما بتكونش عايزة تروح مع باقي ركاب بس بياخدوها بالعافية. ولما بتمشي مرات الابن بتكون فرحانة فيها جدا، بس بتفتكر الموقف اللي هم فيه فبترفع ايدها تاني من سكات. أما صاحبنا بقى اللي بلع نص علبة المهدئ فمحدش بيعرف يفوقه، فبيضطروا يجروه هلابيلة وبيلقحوه مع باقي الركاب. وفي الوقت ده بتوصل معلومة خطف الطيارة للمخابرات الكورية الجنوبية، وبيقولوا إن المعلومة وصلتهم من عميل ليهم على الطيارة. في الوقت ده بيكون سيوك هوان قاعد مع باقي الركاب وحاضن ناري، وطبعا بيكون قلقان جدا على ميسول لأنه مش شايفها من ضمن ركاب. بس ميسول في الوقت ده بتكون في عالم تاني خالص وبتبقى مروقة على الآخر وبتصلح الميك اب بتاعها، وطبعا مش حاسة بأي حاجة من النصايب اللي بتحصل على الطيارة. وبنرجع للعميل ري تشول سونج اللي بيشوف صاحبتنا الملثمة وبيقرب منها وبيشيل الكاب من على راسها والماسك من على وشها، وده لأنه مفكرها ماجنوليا، لكن بتطلع ممثلة مشهورة وعشان كده بتخفي هويتها. وفي نفس الوقت ده
بيكتشف واحد من عملاء كوريا الشمالية وجود ميسول في الحمام، ولما بيحاول يثبتها عشان تنضم لبقية الركاب، ميسول بتطلع نينجا وبتكومه في الحمام. وفي الوقت ده برضه بتكون المخابرات الكورية الجنوبية حصلت على بعض المعلومات، وبيعرفوا إن المخابرات الكورية الشمالية بعت فريق للبحث عن العميلة المنشقة ماجنوليا، واللي بتكون دخلت البلد بهوية صينية، وإنها عملت عملية تجميل وتحولت لبطلتنا ميسول، وبكده بتكون ميسول هي ماجنوليا. وطبعا ده السبب إنها نينجا. وفي الوقت ده بتسمع ميسول حد بيندهلها باسمها الحقيقي اللي هو ماجنوليا، وبيكون الصوت مألوف ليها، وبتتأكد من ده لما بيقول لها إنه ريتشول سونج. فبتستعيد ميسول الذكريات وبتفتكر آخر عملية ليها من 10 سنين لما أطلقت النار على ريتشول سونج وهربت. وفي اللحظة دي بتبدأ تجمع وبتفهم إن كل اللي بيحصل ده بسببها، وبتفتكر حياتها السعيدة مع سيوك هوان وحنيته عليها طول الوقت وبنتها الجميلة ناري اللي محتاجة لها دلوقتي. وفي الوقت ده بيكون سيوك هوان بيهدي بنته ناري وبيوعدها إنه هيرجع لها أمها بأي طريقة، فبيطلب من الراجل العجوز اللي معاه في الرحلة إنه يهتم بناري لحد ما يلاقي مراته ويرجع. وبيفضل يتسحب في هدوء من كرسي لكرسي عشان ما يلفتش النظر لحد ما بيبعد عن المكان اللي العملاء الكوريين الشماليين فيه، وبيبدأ يدور على ميسول بس بيلفت نظره لابتوب، وهنفهم كمان شوية هو هيعمل ايه بيه. وفي الوقت ده أحد العملاء أو خاطفين الطيارة بيهدد رئيسة الضيافة وبيطلب منها قائمة أسماء الركاب، بس هي بتقوله إنها معلومات خاصة ومش هتقدر تديها له. والمضيف جونج بيعمل نفسه بيتكلم وهو نايم وبيقوله نفس الكلام، بس العميل الكوري الشمالي بيسيب كام وبيطلب من جونج إن هو اللي يقوم ويجيب له القايمة اللي هو عايزها. في الوقت ده بيكون سيوك هوان وصل للمكان اللي فيه غرفة إلكترونيات الطيارة، واللي بيكون فيها كابلات الملاحة ومن خلالها يقدر يتحكم في الطيارة كلها. وبنرجع لجونج مرة تانية اللي بيفضل يماطل ويعمل نفسه بيدور على القايمة، بس بيلمح ميسول وهي متشعلقة في السقف عشان محدش يمسكها. فميسول بتتضايق من غبائه وبتنزل على العميل الكوري الشمالي تكومه هو كمان، وبتطلب من جونج إنه ما يقولش لحد على اللي حصل، وبتفك إيده. وبيكون جونج مبهور جدا بكل حاجة بتعملها ميسول، وميسول بتسأله عن عدد الأشخاص اللي محتجزين الركاب، بس هو مش بيديها إجابة مفيدة، وبتبقى ميسول حاسة بالغباء بيشع منه، فبتسأله عن قائمة الركاب اللي بيطلع مخبيها في شرابه، وبتاخدها منه ميسول تقراها وبعدين بتحرقها في الميكروويف. فجونج بيسألها لو عندها خطة، فبتقوله إن خطتها إنها تنقذ الطيارة، وبتلبس لبس المضيفات عشان تخفي هويتها. وفي الوقت ده بيكون سيوك هوان وصل اللابتوب اللي لقاه بأحد الكابلات وقدر يخترق أنظمة الطيارة. وبنرجع بقى لميسول مرة تانية اللي بتتحد مع جونج، واللي بيقول لها إنه هيروح يجيب بعض الأسلحة اللي ممكن تنفعهم من مكان سري في الطيارة، وبيديها ساعته عشان تتواصل معاه عن طريقها لو حصل مشكلة. وميسول بتقوله على ضربة معينة في الرقبة يعملها لو حد تعرض له. في الوقت ده بيكون سيوك هوان اخترق كاميرات الطيارة وبيدور على ميسول في كل مكان، بس ميسول بتكون مشغولة في تنفيذ أحد العملاء اللي بيحصل بينها وبينه اشتباك. وبعد شوية فرهدة بتقدر ميسول تكومه زي الاتنين اللي قبله. وفي الوقت ده بيوصل جونج لغرفة الإلكترونيات وبيلاحظ وجود سيوك هوان، فجونج بيقرب منه ببطء وبيحاول يعمل الحركة اللي ميسول علمتها له، بس سيوك بيمسك ايده. وهنا بنعرف ان سيوك هوان هو كمان عميل سابق تابع لوكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية. وفي اللحظة دي بتوصل ميسول للركاب وبيشوفها أحد العملاء، وبيكون المضيفات مستغربين لأنها مش تبع طاقم الضيافة، بس ميسول بتحاول تداري وشها بفيس شيلد، وبعدين بتشتبك مع العميل ده كمان وبتحاول تقضي عليه. وطبعا ركاب الطيارة بيكونوا مبهورين بحركات ميسول، حتى ناري بنتها بتقول إنها شخصيتها المفضلة رغم إنها ما تعرفش إنها أمها. وفي الوقت ده بيكون سيوك هوان بيتواصل مع وكالة المخابرات التابعة ليها، لكنهم بيقولوا له إنه عميل متقاعد وما ينفعش يتدخل في حل المشكلة اللي على الطيارة. وبيكون جونج بيجمع كل الأدوات والأسلحة اللي تصلح للاستخدام في مواجهة العملاء الكوريين الشماليين. وبعد ما جونج بيروح يكمل مهمته بيقوم سيوك بتغيير مسار الطيارة لمسارها الأصلي. فريد شول سونج بيروح لقائد الطيارة وبيطلب منه يرجع مسار الطيارة زي ما طلب منه، لكن قائد الطيارة بيقوله إن أدوات التحكم اليدوي مش شغالة. فريد شول سونج بيراجع كاميرات المراقبة وبيكتشف تحكم سيوك هوان في الطيارة، فبيروح ريتشول وواحد من رجالته وبيقبضوا على سيوك هوان. في الوقت ده بتكون ميسول في اشتباك عنيف جدا مع أحد العملاء الكوريين الشماليين، وبيكون خصم ميسول قوي جدا، لكن ميسول بتقدر في النهاية إنها توقعه. بس في اللحظة دي
بيدخل عليها ريتشل وهو قابض على سيوك هوان، فبتتوتر جدا وبتقول لهم إنهم قبضوا على الشخص الغلط. بس ريتشل بيزق سيوك هوان يوقعه على الأرض، وبيقول لها إنه عميل تابع لوكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية، وبيحدفه بخنجر عشان يقتله. بس ميسول بتلحقه على آخر لحظة، وناري بتشوف أبوها وأمها وهما مربوطين ومقبوض عليهم. بس ميسول بتشاور لها تسكت عشان حياتها ما تكونش في خطر، وناري طبعا لأنها طفلة ذكية بتستجيب. المهم إن الراجل العجوز بيشوف ناري زعلانة، فبيديها الدبدوب اللي جايبه لحفيدته عشان تهدى. لكن ريتشل بيشك في الموضوع وبيسأل ناري بتعيط ليه، فناري بتقوله إنها مش بتعيط ولا حاجة. فبيسألها طب مسافرة مع مين، فبتشاور له على الممثلة اللي كان مفكرها ماجنوليا وبتقوله إنها أمها. لكن الممثلة بترفض، وكل الركاب طبعا بيكونوا متفاجئين بالخبر. فناري بتحضنها وبتقول لها في ودنها تساعدها، فبتعترف الممثلة إن ناري تبقى بنتها عشان تساعدها. وفي الوقت ده بتكون ميسول وسيوك لوحدهم، وميسول بتسأل سيوك لو كان فعلا بيراقبها وإنه فعلا عميل تابع لوكالة المخابرات الوطنية. فسيوك بيقول لها إنه فعلا كان تابع لوكالة المخابرات لفترة قليلة، وإنه في البداية بس كان بيراقبها، وبيفكرها بموقف حصل بينهم لما كان بيحل محل زميل ليه، وساعتها شاف قد إيه هي جميلة. ولما بعض الناس ضايقوه وضربوه ساعدته وبعدتهم عنه، وادت له كمان سيخ من الدجاج عشان ياكله. وبيقول لها انهم في الوكاله قالوا لي انك شريره، لكنك العكس تماما، وكأن وشك اليوم ده كان بيشع نور، ووقتها بس عرفت انك نصي التاني اللي من زمان بدور عليه، وانه عشان كده ساب وكاله المخابرات وظهر في حياتها واتجوزها. فميسول بتقوله يعني مش فارق معاك لو كنت في الاساس ماجنوليا، فبيقول لها طبعا ما يهمنيش كنت مين او عملتي ايه قبل كده، المهم بالنسبه لي دلوقتي انك مراتي وام بنتي. فبتتأثر ميسول جدا بكلامه الجميل وحبه ليها، وبتنهار من العياط، وبيلفوا عشان يشوفوا بعض وهم متأثرين جدا. لكن بيسمعوا صوت معاهم في المكان، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا شخص متكتف ومشحون معاهم وباين عليه انه متأثر بكلامهم جدا. في الوقت ده بيحصل انقلاب بين ريتشل وأعضاء الفريق الكوري الشمالي، وبيحاولوا يقبضوا عليه، وزميله بيقوله انه هياخد ماجنوليا وينزل هو وفريقه بباراشوت، وان الطياره هتنزل بريتشل وباقي الركاب في المحيط. فريتشل بيقوله ان دي طياره مدنيه وما ينفعش ان ده يحصل لانه كده هيقتل كل الركاب. فالعميل التاني بيقوله وانا مالي، ما في الحروب المدنيين اللي بيموتوا اكتر بكتير من الجنود، وانه هيسلم ماجنوليا او ميسول مقابل مبلغ كبير جدا من المال. وبيربطوا ريتشل وبيحطوه مع ميسول وسيوك هوان، ولان العميل الكوري الشمالي بيطلب من الطيار انه ينزل بالطياره على ارتفاع معين، بيتدحرج سيوك هوان وميسول وبيلزقوا في ريتشل، وبيكون سيوك هوان غيران جدا وبيقول له يبعد عن ميسول. بس ميسول بتفتح مع ريتشل كلام وبتسأله ليه بيدور عليها دلوقتي، فبيقول لها ان الحكومة الكورية الشمالية هي اللي طلبت منه يعمل كده لانهم عايزينها ترجع عشان في ناس بيطردوها بسبب خطة الرؤوس النووية المختومة من قبل والدها، وان الخطة دي لو اتنفذت العالم هيتحول لجحيم، وانهم لازم يوقفوا اللي بيحصل ده، وعشان يوصلوا للخطة دي محتاجين قزحية عينها. وبيكمل ريتشل كلامه وبيقول لها ان رجالته باعوه، وانهم بيخططوا يبيعوا ميسول مقابل مبلغ كبير جدا من المال، وانهم لو اخدوها هتكون في عداد الموتى. فميسول بتقول له انت عايزني اصدقك ازاي بعد اللي حصل ما بيننا من 10 سنين؟ فبيقول لها ما انت كمان حاولتي تقتليني، ودايما كان نفسي اعرف ليه اطلقتي عليا النار. فبتقول له انها ما كانتش عايزه تقتله، بس كانت بتحاول تكسب بعض الوقت عشان تهرب من المكان، وده لما عرفت انهم عايزين يقتلوها. فريتشل بيقول لها بس انا كنت بحاول انقذك. وطبعا بيكون سيوك هيتجن وهيموت من الغيره. وفي الوقت ده بيوصل جيونج عشان يكملوا المهمه وينقذوا الطياره، وبيتحدوا كلهم، وبيروح جيونج مع سيوك لغرفه الالكترونيات وبيرجع يتحكم في الطياره من تاني، وبيروح ريتشل مع ميسول عشان يقضوا على الاشرار، وبيحصل قتال عنيف بين الاشرار وميسول وريتشل، والركاب بيتحمسوا جدا وبيشاركوا في القتال بحركات عفويه، وبتعاونهم مع بعض بيقدروا يقضوا على العملاء الاشرار، وبيتم انقاذ الطياره بسلام. وبتحضن ميسول بنتها وبتطمن عليها، وبيحتفل الركاب بعد كده كلهم بانقاذ الطياره. وبتروح ميسول تشكر جيونج لان من غيره ما كانتش هتقدر تنقذ الطياره. بس بعد كده الراجل العجوز بياخد ناري عشان يوديها لأمها، ولما بيلاقيها واقفة مع ريتشل بيطلق عليه النار، وبيطلب منها تنزل معاه بباراشوت يا إما هيفجر الطيارة، وبيقول لها تنقذ بنتها وتضحي بنفسها زي ما أبوها ضحى بنفسه من 10 سنين عشانها. ولما بيتعصب سيوك هوان وبيحاول يكهرب الراجل العجوز بالمسدس الصاعق، المسدس بيطلع مش شغال،
والراجل العجوز بيديله طلقة في صدره وبيقع في وقتها على الأرض. فميسول بتحاول تحتوي الموقف وبتحضن بنتها عشان تودعها، وبتلبس ميسول الباراشوت، والراجل العجوز بيفجر باب الطيارة عشان ينطوا. بس ميسول بتدي بنتها إشارة كده، فناري بتحدف لها الدبدوب اللي اداهولها الراجل العجوز. فميسول بترميه بسرعة من الطيارة وبتزق وراه الراجل العجوز، وساعتها بنشوف الدبدوب وهو بينفجر في الهواء. وبتجري ميسول على بنتها وبتروح تطمن على سيوك هوان، واللي بيطلع لابس درع واقي من الرصاص كان ريتشول مديهوله عشان يأمنه. والعيلة بتحضن بعضها بعد ما بقوا في أمان، وبتودع ميسول ريتشول وهو بيتمنى لها حياة سعيدة وبينط من الطيارة بباراشوت. وبيكمل ركاب طيارتنا رحلتهم لهواي في سعادة وأمان. وبنشوف ميسول وهي بتستمتع بأجواء البحر مع سيوك هوان في شهر عسل جديد. وسيوك هوان بيديلها خاتم حلو جدا، وبيعترف لها إنهم ما كسبوش الرحلة ولا حاجة، وإنه بيحوش من 10 سنين عشان يفاجئها بالرحلة دي. بس لما ميسول بتدرك إنه صرف مبلغ كبير عشان يفاجئها، بتطلع تجري وراه عشان تبهدله على العملة اللي عملها دي. وفي الوقت ده بتكون ناري مستمتعة بالشاطئ والرحلة اللي كانت بتحلم بيها. وبتخلص رحلتنا مع ميسول وأسرتها على كده، وكل رحلة وانتوا طيبين. ويا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو أول مرة تشوفونا عشان يوصلكم منا كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.